السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا الملوي مغربي كيجي رائع كيجي مورق وهشيش وخفيف. كيف كتشوفوا معايا في الفيديو كيجي رائع 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 بزاف. شوفوا معايا كيفاش كيجي دوك التوريقات باينين فيه بواحد الطريقه اللي سهله، الطريقه المغربيه اللي كنا كنديروا زبان. يعني ولا دابا هاد الملويه ولاو فيه بزاف ديال الطرق. غادي نشارك معكم ان شاء الله الطريقه المغربيه اللي كانوا كيوجدوا والدينا شحال هذه. كيجي بها المسمن كيجي بها المسمن او الملوي كيجي رائع 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 بزاف. كنتمنى اخواتي انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا ان شاء الله المقادير وكذلك طريقه التحضير. ومرحبا بالناس اللي يلاه انضمت للقناه، كنبغي نقول لكم مرحبا بكم دائما. والى عجبكم اي فيديو كنتمنى انكم تخليوا لي فيه تعليق زوين، وكذلك ما تنساوش معكم اللايك. وبقاو معايا حتى الاخير باش تشوفوا ان شاء الله المقادير وكذلك طريقه التحضير. ندوزو على بركه الله. المقادير غادي ناخذ واحد القصريه اللي غادي نعجن فيها او لا شي تبصيل. غادي ندير جوج لايف ديال الفينو. الفينو ماشي السميده، الفينو اللي تيكون رقيق او سبيسيال هو اللي غادي نضيف جوج لايف ديال الفينو وجوج لايف ديال الدقيق الابيض. بالنسبه اخواتي لهاد الكميه اللي غادي نعجن معكم راه كتخرج تقريبا واحد 30 ملويه على هاد القياس هذا اللي شاركت معكم. كيف ما شفتوا في الاول الفيديو كتخرج تقريبا واحد 30 حبه. صافي غادي نخلط هاد الفينو سبيسيال باش ملي نعجنو يجيني ساهل في العجينه، ما تبقاش بلاصه فيها الفينو وبلاصه فيها سبيسيال. وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره ديال الملح. بالنسبه للملح كيبقى لكم يعني حسب الذوق. وغادي نضيف كذلك غير واحد الرويس ديال الخميره الخبز. كيف كتشوفوا معايا ماشي بزاف، غير واحد الرويس ديال الخبز. بما انه يعني راه الجو دابا يعني بدا كيسخن شويه فما تكتروش، غير رويس ديال ملعقه صغيره. وغادي نضيف كذلك واحد المعلقه صغيره عامره ديال العسل. الا ما متوفرش عندكم ضيفوا سكر سنيده. صافي وغادي ناخذ الماء دافي باش غادي نبدا نعجن به العجين ديال الملوي ديالنا اليوم. بالنسبه للاخوات اللي عندهم يعني الوقت غادي يخليوه يرتاح. فعجنوا بالماء يكون غير بارد يعني مروبين. المهم انا هنا ما غاديش نخليه يرتاح بزاف، فلذلك غادي نضيف ليه الماء دافي لان الماء دافي كيساعد العجين يزيد يطلق. صافي غادي نبدا نعجن فيه على الطريقه كيف كتشوفوا معايا، يعني الطريقه سهله ما فيها شي حاجه معقده. فيها شي حاجه معقده او لا شي حاجه صعيبه بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا يلاه مبتدئين كيبغيو هكا يوجدوا هاد الشيوات البلديين المغربيين. فهاد الطريقه هذه اخوات ديال الملوي كتجي رائعه رائعه بزاف. كيجي هشيش كيجي خفيف كيف ما شفتوا معايا كيجي مورق. وكذلك كتجي فيه واحد التقرميشه اللي كتكون زوينه. كيف ما شفتوه معايا في الاول ديال الفيديو كيجي مورق بزاف، يعني ما تخافوش منه. بالنسبه للاخوات اللي كيجيهم مدقسين او معجنين فهاد الطريقه هذه راها جد رائعه، ما كتخليش يعني الملوي يجيكم ابدا معجن او لا مدقس. صافي كيف ما شفتوا معايا هنا من بعد ما جمعت العجين فغادي ندوز نبدا ندلك فيه، لانه كيف ما قلت لكم انا يعني ما عنديش الوقت يعني محتاجه دابا، فما غاديش نخلي العجين يرتاح بزاف. فلهذا غادي ندلكو واحد شويه تقريبا هكا واحد 5 ديال الدقائق. غادي نبقى ندلك في العجين حتى كيطلق راسه. بالنسبه للاخوات اللي عندهم العجانه خليوه يدلك على خاطر خاطره. بالنسبه للاخوات اللي يعني القوام ديال العجين فما كيكونش يعني قاصح، كيكون شويه يعني خفيف ولكن ماشي درجه انه خفيف كيلتصق في اليدين. يعني غير شويه انكم كتبقاو دلكوا فيه حتى كتحسوا بان داك العجين ولا مطلوق. صافي هنا غادي ناخذ واحد البلاستيكه غادي نضيف فيها شويه ديال الزيت. غادي نضيف فيها شويه ديال الزيت وغادي نضيف فيها داك العجين وغادي نسد عليه هنا تقريبا غير واحد ربع ساعه اولا ما كاملاش. وغادي نجي مباشره غادي نبدا نقرص فيه. فبالنسبه لهاد الطريقه هذه فكتعطينا واحد النتيجه رائعه للعجين. كتزيد تساعد داك العجين باش انه يطلق. ما كي يعني ها نتوما كيف ما غتشوفوا معايا ملي غادي نجبدو دابا من الميكا فالعجين غادي نلقاه مطلوق زاد طلق. فهاد المرحله هذه ضروري انكم تستعملوها، هذه مرحله حتى هي من نجاح ديال الملوي. انتما كيف ما غتشوفوا معايا شوفوا معايا العجين كيفاش كيولي مطلوق كيولي كيتجبد.
صافي غادي ناخذ واحد الصينيه غادي ندهنها بشويه ديال الزيت، وغادي ناخذ داك العجين وغادي نبدا نشكل فيه على شكل كريسات. بالنسبه للحجم كيبقى لكم حسب الذوق، انا هنا درتهم يعني حجم ديالهم متوسط، كيجيو اما كبار اما صغار. انتم كيف مشتوا معايا اخواتي، يعني ما شاء الله هاد الكميه راها كتخرج الخير والبركه. صافي هنا من بعد ما شكلت الكميه كامله فغادي نخليها ترتاح غير واحد الخمسة ديال الدقائق، علين ما نوجد علين ما ندوب الزبده ونوجد الخليط اللي غادي نحتاجو في التوريق. صافي ضروري اننا في هذه المرحله هذه اننا نغطيو الكريسات ديالنا د الملوي بشي بلاستيك باش ما يديروش لينا ديك القشره من الفوق. الا داروا لنا ديك القشره من الفوق فملي كنجيو نورقوهم كيعذبونا واحد شويه. انا غادي ناخذ واحد الزلافه، غادي ندير واحد الخليط ما بين الفينو والدقيق، وغادي نضيف عليه واحد الخماره ديال الحلويات. بالنسبه للخليط غادي ديروا الكميه اللي غادي تكفيكم. صافي اخديت الزبده ذوبتها، خليتها حتى دابت مزيان، تحيد منها داك الماء اللي كيكون فيها. صافي وغادي ندوز مباشره غادي نبدا نورق. شوفوا معايا كيفاش العجين كيجي يعني ساهل في التورق، ما كيعذبنا ما والو، يعني العجين مطلوق لانه تدلك. وكذلك حتى ديك المرحله اللي قلت لكم اننا نديروه في البلاستيكه فحتى هي كتساعد انه يجي داك الملوي هشيش وناجح. كيف ما شفتوا معايا هنا كنضيف واحد الكميه ديال الزبده، يعني كميه لا باس بها. صافي من بعد كنضيف كذلك داك الخليط ديال الفينو والخماره. صافي وكنتني على شكل رغيفه. الطريقه اللي كانوا كيديروها لينا شحال هذه الطريقه اللي جد عاديه وجد بسيطه، ما فيهاش ابدا شي حاجه اللي يعني صعيبه او شي حاجه معقده. بالنسبه لهاد الطريقه هذه اخواتي راها سهله بزاف وما كتشدش اليد ابدا. صافي كيف ما شفتوا معايا غادي نعاود معكم عاوتاني واحد الملويه. هكا كناخذ العجين ضروري اننا نورقوه مزيان حتى يبان لكم سطح العمل. يعني هادشي من اسرار ديال النجاح ديال الملوي، يعني ماشي غتقرصوا واحد شويه صافي وتحبسوا، فضروري انكم تورقوها مزيان بالاستعانه بالزيت. صافي من بعد ما كنورقها هكا كيف ما شفتوا معايا مزيان كنضيف الزبده، كنضيف الفينو والخماره. صافي وكنتنيها بحال غنتني على شكل رغيفه. صافي من بعد كنطلقها طويله وكنضيف كذلك عاوتاني الخليط ديال الفينو وكنبدا نتني فيها. بالنسبه هنا في هذه المرحله باش تكونوا كتنيو فيها فيعني حاولوا انكم ما ديروهاش، يعني ما تنيوش تزيروا، حاولوا انكم ملي تكونوا تتنيوها انكم تخليوها مرخوفه شويه. فهذا كذلك من النجاح ديال الملوي، ان في ديك التنيه تكون التنيه مرخوفه. اما لا زيرتوا ديك التنيه فما كيجيوش مفوهين دوك، يعني دوك التوريقات ما كيجيوناش مفوهين. فضروري انكم ملي تكونوا كتلويوها كتروليوها حاولوا انكم تخليو شويه د الفراغات. وهنا ضروري انكم تضيفوا الفينو كيف كتشوفوا معايا. صافي وكنبدا نرولي فيها وكنجمع، كناخذ داك الرويس كنجمع. صافي غادي نبقى مستمره اخواتي على هاد الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه اللي عندي وغادي ندوز. غادي ناخذ هذوك المليويات كيف ما شفتوا غادي نبدا نقرص فيهم لانني في ديك المرحله خليتهم طوال. صافي وغادي نبدا نقرص فيهم. شوفوا معايا ما شاء الله العجين كيفاش ناجح وكله فقاعات. هنا من كتشوفوا الفقاعات في العجين فكتعرفوا بانه ناجح 100%. صافي هنا اخواتي كيف ما كتشوفوا معايا ساليت الكميه كامله اللي عندي ودرت منها كذلك رغيفات كيف ما كتشوفوا معايا. صافي غادي نبدا هنا نطيب فيهم. درت المقله ديالي تسخن ودهنتها كذلك بشويه الزيت. صافي وغادي نبدا نقرص في الملوي هكا كيف ما كتشوفوا معايا. فبالنسبه يعني للتقراص انا راه كنرقو، ولانه ملي كنديروه يطيب فكيزيد يتنفخ شويه لانه فيه الخماره وكذلك فيه ديك شويه ديال الخميره الخبز فراه كتعطينا كذلك حتى هي نتيجه. صافي كيف ما شفتوا معايا هنا راني دايره. صافي درتو فوق المقله يطيب كيف كتشوفوا معايا جا ما شاء الله تيجي رائع وكيتنفخ، يعني ما كيبقاش ابدا صامت داك الملوي او كيبقى رقيق، كيجي رائع بزاف كيف ما كتشوفوا معايا. صافي هو كيطيب وحنا كنقلبوا فيه. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي مورق، ما كيجي لا مدقص لا معجن من الداخل، كيجي رائع بزاف. صافي غادي نبقى كنطيب فيه على هذا الشكل كيف كتشوفوا معايا. يعني ضروري انكم تبقاو تقلبوا فيها باش يعني ما تحمرش لكم، وهي اكثر ما بقيتو يعني كتدوروا هكا كل نوبه تدوروا على جهه اكثر ما كتجيكم ديك الملويه مفوهه، اكثر ما كتجي طيبه من الداخل، وديك التوريقات كيبداو يتحلوا. اما الا حطيتوها حتى تحمرت في خطره من جهه وعاد جيتو عاوتاني قلبتوها تحمر من الجهه الاخرى فما كتحمرش مزيان وما كتعطيكمش ديك النتيجه اللي زوينه.
فضروري انكم كذلك في الطياب ديروا هاد الطريقه هذه، انكم ملي تكونوا تطيبوها بقاو حاولوا انكم تبقاو تقلبوا فيها. صافي خديت واحد الطبسيل اولا يعني اي حاجه غادي ديروا فيها، وبقيت كنطيب وكنحط فيها مباشره يعني الطبسيل اللي غادي نقدم فيه. صافي غادي نبقى مستمره اخواتي على نفس الطريقه حتى غادي نسالي الكميه ان شاء الله اللي عندي ديال الملوي. بالنسبه الاخوات لهاد يعني هاد الطريقه اللي كنقول لكم، فبالنسبه عارفه بان يعني بزاف ديال الاخوات كيكونوا عارفين، انا يعني كنوضح بالنسبه لهذا الشرح هذا اللي كنقوله، كنوضحوا بالنسبه للاخوات اللي كيكونوا يلاه مبتدئين، الاخوات اللي كيكونوا يلاه بداو كيتعلموا يلاه داخلين الكوزينه. فلذلك يعني كنبدا نوضح يعني بعض الحوايج. صافي كيف كتشوفوا معايا هنا راني غاديه قربت ان شاء الله نسالي هاد المليويات اللي عندي. كيف كتشوفوا معايا كيجيو رائعين رائعين بزاف. وكيف قلت لكم الاخواتي يعني في التوريق حاولوا انكم ملي تكونوا غطيبوهم تورقوهم، لانهم راه كيزيدوا يتنفخوا. ما تخليوهمش غلاض باش ما يجيكمش ثاني غلاض بزاف. شوفوا معايا ما شاء الله كيف كيجيو مورقين ورائعين رائعين بزاف. صافي هنا غادي ناخد هذوك الرغيفات اللي درت كذلك من العجين. درت تقريبا غير شي 4 رغيفات اولا شي 5 اللي درت، غادي نشاركهم معكم. حتى هما كيجيو رائعين، يعني راه بنفس العجين كيف عجين الملوي، كيف العجين ديال المسمن، يعني فحال يمكن لكم نفس العجين ديروا منه اللي بغيتو. شوفوا معايا كيفاش كيجيو ما شاء الله منفوخين ورائعين رائعين بزاف. وهنا غادي نكون وصلت معكم لنهايه الفيديو. كنبغي نقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايكات، الله يجازيكم. وكذلك تخليو لنا تعليق زوين يكون محفز، والى عجبكم الفيديو تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء والعائله. وغادي نقول لكم ان شاء الله رمضان كريم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده.